بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اخواتي واحبابي ابطال سنة ثالثة اعدادي، رجعنا لكم مرة تانية مستر محروس. هناخد النهاردة ثالث درس من دروس التاريخ معانا، ثورة الشعب المصري وتولية مين؟ محمد علي. ايوه، الراجل ده اللي انتوا بتخافوا منه وبتعملوا عليه حاجات كده كوميكس ومش عارفين الكلام ده كله. الراجل ده باشا، ده ما يتقالش اسمه كده حاف، ده اسمه محمد علي باشا. ليه يا مستر انت بتقول عليه كده؟ احنا بنخاف منه ومخوفيننا قبل ما ندخل ثالثه اعدادي بسبب الراجل ده. لا، الراجل ده هو اللي بنى مصر، بس مش الحلواني، لا ده اللي بنى مصر الحديثه. تمام؟ الراجل ده خلى مصر من لا شيء الى كل شيء. الراجل ده خلى مصر من دوله ملطشه، معلش انا اسف، ما بين المماليك شويه والعثمانيين شويتين والانجليز من ناحيه والفرنسيين من ناحيه، الى دوله تنافس الانجليز والفرنسيين، تنافس انجلترا وفرنسا، تنافس الدوله العثمانيه نفسها. فالراجل ده يستحق منا كل تقدير واحترام. الراجل ده يستحق، معلش، ان احنا ممكن نتخذه قدوه. الراجل ده قدر يبني ويعمل دوله كبيره جدا جدا. انت اعمل زي كده، انت ابني نفسك، اتخذه قدوه ليك، لكن ما نقعدش نتريق عليه. لا، الراجل ده كان برنس زي ما قلت لكم، خلى بلد من لا شيء الى كل شيء. تمام؟ اللي هو مين؟ محمد علي. النهارده هنتكلم ازاي تولى محمد علي حكم مين؟ حكم مصر. أحوال مصر قبل تولية محمد علي الحكم. طبعا الحملة الفرنسية أولاد تحت الدرس اللي فات رحلت سنة 1801 في عهد مين؟ في عهد مينو قائد الحملة. بعد ما ترحل الحملة في عهد مينو سنة 1801 لحد سنة 1805 اللي هو تولية محمد علي، منذ 1801 لحد 1805 اللي هو التاريخ اللي تولى فيه محمد علي، هتشهد مصر حالة من الفوضى والاضطرابات والمشاكل. اهو شهدت مصر منذ خروج الحملة حتى تولية محمد علي في اليوم ده 13 مايو 1805 فترة من الفوضى والاضطرابات. في ثلاثة هيتخانقوا مع بعض على حكم مصر. الدولة العثمانية تقول لك دي مصر ولاية عثمانية من الأساس، ده الحملة الفرنسية كانت حاجة كده طارئة وكل الأمور رجعت لنصابها تاني. المماليك قال لك احنا اللي قاومنا الحملة واحنا اللي لنا دي فرصتنا ان نرجع نحكم مصر. الإنجليز، مش الإنجليز كان من نتائج الحملة ان هي لفتت أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية موقع مصر وخاصة إنجلترا، فإنجلترا قالت دي فرصتنا، مستحيل نسيب مصر لحد تاني ممكن يرجع تاني زي الفرنسيين. يبقى في ثلاث قوى تصارعوا على حكم مصر اللي هم المماليك والعثمانيين وانجلترا او الانجليز، رغبة في استئثار كل منهم في السيطرة وبسط نفوذه على مصر. نهاية الصراع ده، عشان بس في تفاصيل كتير جدا، رجعت مصر ولاية عثمانية تاني تحت سيطرة السلطان مين؟ العثماني، وبدأ يبعت لها مجموعة يديروها اللي هو مين؟ الوالي. لكن الولاة كانوا ضعاف والبلد بايظة اصلا، طالعين من مقاومة الحملة ومفيش اي موارد اقتصادية، وكل ما يتولى والي ما يفرض ضرائب على الناس يقتلوه، الناس يقوموا ضده بثورة فالسلطان يشيله، او ما رضاش يدفع مرتبات للجنود فالجنود يقتلوه ويجيبوا والي غيره. واستمر الوضع بشكل بشكل رئيسي في فترة اضطرابات وثورات، لحد ما حصلت ثورة مهمة جدا سنة 1804، ثورة الشعب المصري، بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. الضرائب الدولة عايزة فلوس كل شوية، الإتاوات بقى الجنود يبلطجوا على الناس، ياخدوا فلوس من الناس كده. يعني المفروض الجنود اللي هم بيحموا البلد والناس بتطمن لهم، لا يبلطجوا ويعملوا إتاوات. وفي ظل هذه الأثناء اللي هي الثورات هتظهر شخصية مين؟ محمد علي. محمد علي راجل تركي من تبع الدولة العثمانية، اتولد في مدينة اسمها مدينة قولة في اليونان. طب يا مستر ده اليونان في أوروبا؟ ما هي اليونان دي كانت تبع الدولة العثمانية، ما هي الدولة العثمانية كانت دولة كبيرة جدا، لها أراضي في آسيا وفي أوروبا وفي أفريقيا. فاتولد في مدينة قولة وبعد كده دخل الجيش ومش عارف المهم اللي يخصنا ان هو جاء في احدى الحملات اللي كانت جاية بعتتها الدولة العثمانية عشان مين؟ عشان تخرج الفرنسيين منين؟ من مصر. طبعا الراجل ده قعد في مصر، بدأ يدرس الأوضاع ويشوف مراكز القوى اللي موجودة، وقال لك لا أنا هقعد هنا في مصر وهستمر، وليه هدف بعيد بقى. محمد علي يا أولاد أنا بشبهه بالثعلب المكار، ذكي جدا 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 وعنده دهاء الثعلب وبينتظر الوقت المناسب ليهجم على فريسته. فمحمد علي لقى الدنيا قايمة وثورات وفوضى في مارس 1804، فاثناء هذه الثوره بدا يظهر بقى. احنا قلنا ان الثوره دي قامت بسبب فرض الضرائب والاتاوات.
محمد علي كان قائد فرقه من الجيش العثماني اسمها الجند الالبان. الجند الالبان دول كان هو القائد بتاعهم. طبعا كان الجنود العثمانيين او الاتراك في الوقت ده بيفرضوا قلنا اتوات على الشعب المصري، بلطجه، ياخدوا منهم الحاجات غصب عنهم. لكن الجند الالبان دول كانوا ناس محترمين، بس باوامر من مين؟ محمد علي. يقول لهم لا ما تاخدوش حاجه من حد حرام. يعني تروح لواحد تقول له القلم ده بكام؟ يعني واحد جندي تركي تاني القلم ده بكام؟ يقول له ده ب 10 جنيه. يجي مديله على دماغه ويقول له لا هو 2 جنيه. يا عم ده انا مشتريه ب 5 6 جنيه. لا هو كده. يروح بقى الجندي الالباني بتاع محمد علي القلم ده بكام؟ يقول له 10 جنيه. يقول له اتفضل. ايه ده؟ مين ده؟ يقول لك لا دول جنود البان، قائدهم راجل كويس، راجل عادل، اسمه ايه؟ محمد علي. فبدا ذكر اسم محمد علي على الالسن بالخير. تمام. بدا يظهر عند الشعب المصري ويحبوه. لما قامت الثوره بقى اللي هي في مارس 1804 عمل ايه محمد علي؟ واحد يقول لك خشي ان تصيب الثوره جنوده، قال لك لحسن ياخدوا العاطل بالباطل وانا كده ما حققش هدفي، فلازم اخلي الناس تتجنب الجنود بتوعي، ما حدش يثور ضد، ما هو الثوره ضد اي حد تركي او مملوك اللي هم مسيطرين في الوقت ده. فقال لك عشان الثوره ما تصيبش الجنود بتوعي عمل ايه؟ واحد جاهر بالانضمام الى المشايخ والعلماء. المشايخ والعلماء اللي هم قادة الشعب المصري، زعماء الشعب المصري. يعني ايه جاهر؟ يعني اعلنها علانية مش في الخفاء. ما انا قلت لك هو مكار بس في وقت لازم تقول ان انت مع فريق من الفرق دي. فاعلنها صراحة انا معاكم ضد الظلم اللي بيعمله الوالي والجنود الاتراك. طبعا المفروض دي كانت ممكن تطيح بيه، يعني تطيره ازاي؟ انت المفروض انت راجل تركي وبالجنود بتاعتك يبقى تبقى تبع اوامر مين؟ اوامر الوالي، لان ممكن الوالي يصدر قرار ويطردك من مصر او يصدر القرار من السلطان. لكن محمد علي قال لك لا مالكوش لازمه، لا الوالي ليه لازمه ولا السلطان ليه لازمه، انا الكفه الراجحه هي الشعب المصري بالزعماء اللي هم المشايخ ومين؟ والعلماء. فجاهر بالانضمام للمشايخ والعلماء، اختلط بالاهالي الساخطين الغاضبين، يقعد معاهم ويهديهم ويقول لهم حقكم والكلام ده كله. فبداوا يحبوه. عمل ايه بقى؟ تعهد للعلماء بان يبذل قصارى جهده في تخفيف الضرائب اللي عليهم. قال لهم وانا كمان ده انا هكلم الوالي واقول له الدنيا شيطه والدنيا والعه، لازم تهدي الامور شويه وتخفف الضرائب وتخلي الجنود يبطلوا فرض اتاوات على مين؟ على الشعب المصري. تمام. فبداوا الناس يحبوه. طبعا الوقت جه ان هو يقول لهم مثلا انا اللي اصلح ليها، ولا حتى يخلي حد يقول بلغهم الرساله دي. لا، قال لهم كمان الوالي ده ظالم، انا بقترح توليه والي تاني انا شايف ان هو راجل عادل، اللي هو خورشيد باشا. خورشيد ايه؟ باشا. يبقى هنا هم لو عندهم ذره شك ان محمد علي بيمثل عليهم يعني بيعمل عليهم تمثيليه ان هو بيحبهم ومعاهم الكلام ده كله، خلاص ذره الشك دي انتهت خالص، لان هو غير طامع في السلطه. فاقترح توليه مين؟ خورشيد باشا، وهو عارف ان خورشيد باشا مش هيعمل حاجه. تمام اهو. فاقترح محمد علي تعيين خورشيد باشا. يبقى اللي كان ليه الفضل في تعيين خورشيد باشا والي على مصر هو مين؟ خورشيد باشا. تولى خورشيد باشا. او هنا بيقول لك ما موقف محمد علي من ادى موقفه من الثوره الى كسب عطف يعني الشعب المصري بدأ يحبه قوي، وثقة زعماء الشعب المصري الذين نظروا اليه كرجل عادل يكره الظلم. كرجل عادل يكره ايه؟ الظلم. يبقى ده اللي ترتب على موقفه اثناء الثوره لما جهر بالانضمام ليهم واختلط بالاهل الساخطين وتعهد بتخفيف مين؟ بتخفيف الضرائب. طبعا عمنا خورشيد ده برضه زيه زي اللي قبليه، فشل في اداره البلاد. فزعماء الشعب المصري قال لك خلاص هي جابت اخرها، ما فيش الا هو الراجل ده اللي يصلح، اللي هو مين؟ محمد علي. فراحوا اجتمعوا في يوم 13 مايو 1805، وده يعتبر يوم مهم جدا في تاريخ مصر الحديث. اجتمعوا في دار المحكمة اللي هو بيت القاضي. يقول لك هنا عشان يبقى القرارات قرارات رسمية، مش في بيت واحد منهم، لا احنا في مكان رسمي في المحكمة. وقرروا عزل خورشيد باشا وتعيين مين؟ محمد علي بدلا منه، بعد ما اخذوا عليه العهود والمواثيق، شروط يعني الا يبرم امرا الا بمشورتهم، ما يصدرش اي قرار اللهم ايه يرجع لهم. طبعا محمد علي بدأ يتململ بقى ويتملص، لا يا جماعه والله ما اقدر، دي مسؤوليه وبتاع، واديكم شايفين البلد ضايعه وما فيش موارد وما فيش امكانيات. لكن هو طبعا ايه يعني بيتمنى، يعني هو عايز الكلام ده. تمام. بس شرطوا عليه الشرط دون. تمام. بعد كده موقف السلطان العثماني. طبعا السلطان العثماني وصلته الاخبار ازاي رغم ضعفه بقى، العنجهيه اخذته، انتوا شويه رعاع فلاحين ازاي تعزلوا وتولوا، انا اللي اصدر القرار بالعزل والولايه. فرفض في البدايه، لكن الشعب المصري اصر. يبقى موقف السلطان العثماني من اجتماع زعماء الشعب وطلبهم تعيين محمد علي، رفض السلطان في البدايه، لكن مع اصرار الشعب المصري. تمام. موقف السلطان من قرار زعماء اصدر فرمان مع اصرار الشعب المصري، رجع وافق
وافق على الكلام ده واصدر فرمان، يعني فرمان يعني قرار من السلطان واجب ايه؟ واجب التنفيذ من الدوله العثمانيه بعزل خورشيد وتعيين محمد علي واليا على مصر. وبذلك يصبح يوم 13 مايو 1805 يوما مهما في تاريخ مصر الحديثه. لماذا؟ انها كانت اول مره في تاريخ مصر الحديثه يتم عزل والي او حاكم وتعيين اخر باراده الشعب. باراده مين؟ الشعب وشروطه كمان. تمام يا جماعه؟ بيجي لي السؤال ده، لماذا يعتبر يوم 13 مايو 1805 يوما مشهودا او يوما مهما في تاريخ مصر الحديثه؟ لانه لاول مره في تاريخ مصر يتم عزل والي وتعيين اخر بشروط وباراده مين؟ الشعب. تمام؟ طيب بعد كده توطيد او تثبيت سياده وسلطه محمد علي في الحكم. محمد علي كان عنده هدف كبير جدا ان يخلي مصر دي الدوله الضعيفه، الدوله الملطشه، تبقى دوله قويه جدا في العالم. محمد علي كان شايف مصر دي جوهره بس عليها تراب، عايز التراب ده يتنفض معايا وتظهر الجوهره دي للوجود. بس قبل ما يعمل الكلام ده كان لازم يطمن ان حكمه مستقر ويقضي على شويه مشاكل كده واجهوه. ايه اهم المشكلات اللي واجهته؟ اول مشكله محاولة نقله من مصر، فرمان سنة 1806 وحملة فريزر، دول كانوا بتدخل من بريطانيا. تدخل من مين؟ من بريطانيا. المشكلة الثالثة مشكلة الزعامة الشعبية. المشكلة الرابعة مشكلة المماليك. وهنشوف كيف تغلب محمد علي على كل مشكلة من الأربع مشكلات. نيجي للمشكلة الأولانية لمحاولة نقله من مصر. بريطانيا ما عجبهاش إن شخصية زي محمد علي تحكم مصر. بريطانيا مش نايمه، بريطانيا عارفه مين اللي بيحكم ده، وعارفه شخصيته، وعارفه انه ثعلب مكار، وعارفه ان وجود محمد علي في النص في طريقها للهند خطر كبير جدا على مصالحها الاقتصاديه في المنطقه. فلم ترضخ، لم تقبل بريطانيا ابدا بتوليه محمد علي. فبدات تسعى عند السلطان العثماني وتقول له اعزل محمد علي. واحنا عندنا راجل كويس، راجل محترم اسمه محمد بيك الألفي، ده راجل مملوكي، والمماليك طبعا يعني خاضعين ليك يا مولانا السلطان وما يخرجوش عن طوعك والكلام دون، واحنا نضمن لك محمد بيك الألفي دون ان هو يتولى حكم مصر. يا سيدي ولو انت كنت متضايق وحاسس ان احنا بنفرضه عليك وشكلك قدام العالم، ما توليش يا سيدي محمد بيك الألفي، اعزل محمد علي وولي اي ولي اخر غير محمد علي. شفت بريطانيا فاهمه ازاي شخصيه محمد علي؟ يبقى لم ترضخ، لم تقبل بريطانيا بتوليه محمد علي، لذلك سعت لاقناع السلطان بعزل محمد علي واسناد ولايه مصر لمحمد بيك الألفي او توليه اي ولي عثماني اخر. لماذا؟ لكي تطمئن على مصالحها الاقتصاديه في المنطقه، قلنا عشان تجارتها اللي بتمر للهند. بيجي لي سؤال هنا، وضح حدث تقارب بريطاني مملوكي في بدايه حكم محمد علي. أول ما تولى محمد علي بريطانيا والمماليك قربوا من بعض، نقول له عندما طلبت بريطانيا من السلطان العثماني أن يعزل محمد علي ويولي مين؟ محمد بيك الألفي. طبعا ضغط بريطانيا، السلطان وافق واصدر فرمان سنه 1806 بعزل محمد علي ونقله الى ولايه اسمها ولايه سالونيك في مقدونيا. قلنا كانت ولد زمان في مقدونيا دي في شمال اليونان. السلطان قال له يا محمد علي ما نرجعك بقى تستعيد ذكريات الطفوله بقى وترجع بلاد اليونان والكلام ده كله. والله محمد علي طبعا امر مولاي ما يقدرش يقول حاجه، ورمى الكره في ملعب مين؟ في ملعب الزعامه الشعبيه. اهو شفت يا شعب مصر، الحاكم اللي انتوا اخترتوه والحاكم اللي بيحبكم والحاكم العادل واللي بيرعى مصالحكم محدش مهتم بيكم ولا حد معبركم. فزق عليه زق على السلطان العثماني مين؟ الشعب المصري او زعماء الشعب مين؟ المصري. تمام؟ فقلنا بعت الفرمان دون وانه يسلم السلطه لوالي جديد. تمام كده؟ موقف الزعامه الشعبيه وقفت مع محمد علي، قالت لا لو بعت لنا اي والي تاني هنقتله لك. فطبعا ايه؟ لم يجد السلطان العثماني سوى الرضوخ للمره الثانيه لقرارات الشعب المصري او طلبات الشعب المصري، فرفض وتراجع عن هذا الفرمان وثبت محمد علي في حكم مصر. فكانت النتيجه ايه؟ بريطانيا زعلت. طبعا تدهورت العلاقه بين بريطانيا والسلطان مين؟ العثماني. فطبعا بريطانيا اللي ما يجيش بالرضا يجي بالقوه بقى، ما هم بمزاجهم بقى نمارس البلطجه بقى. موقف بريطانيا لما ما رفض السلطان العثماني ان هو يعزل محمد علي والدنيا باظت ما بينهم وبين السلطان، قال خلاص نبعت حمله عسكريه تشيل محمد علي ده وتحتل مصر. ما احنا يا سلطان قلنا لك شيل وولي واحد تبعك، ما رضيتش او ما قدرتش تنفذ القرار بتاعك وتراجعت عنه، خلاص احنا هناخد منك الولايه دي. فارسلت حمله تسمى حمله فريزر. حمله ايه؟
فريزر 1807. انتهزت بريطانيا فرصة التدهور العلاقة بينها وبين السلطان، وبدأت بقى تحقق حلمها القديم أو هدفها إن هي تاخد مين؟ تاخد مصر. طبعا هدف الحملة احتلال مصر، خلع محمد علي، تولية محمد بك الألفي الراجل اللي تابعها المملوك اللي كانت بتحبه. طبعا الحملة جت يا ولاد، نزلت طبعا اسكندرية، على عكس الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية لما نزلت اسكندرية قاومها أهل اسكندرية بقيادة مين؟ برافو عليك، محمد كرايم. لكن هنا اسكندرية سلمها لهم واحد ما كانش يعني وطني، فبعد كده هيتخذوا طريقهم للقاهره، هيمشوا كده عشان يمشوا في فرع رشيد دون ويروحوا بالمراكب لحد ما يوصلوا للقاهره. لكن المصريين طبعا بداوا واجهوا الحمله دي ووقفوا للحمله وقابلوها في معركتين، معركه هنا في رشيد واهل مدينتي رشيد والحماد، واستطاع اهالي رشيد والحماد الشعب المصري تاني هون ان هم يهزموا الحمله دي، وتراجعت الحمله مره اخرى الى الاسكندريه. وكان في الوقت ده محمد علي يا اولاد موجود فين؟ موجود في الصعيد. فجاء محمد علي بقى تفاوض مع الحمله وعمل معاهم صلح ان هم يرحلوا بجنودهم واسراهم، ويفرج محمد علي عن الاسرى، وتعود الحمله مره اخرى الى انجلترا. وبذلك فشلت حمله فريزر بسبب الشعب المصري. تاني يبقى نتائج الحملة: هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد والحماد، جلاء يعني رحيل الحملة عن مصر مقابل الإفراج عن الأسرى، دخل محمد علي الإسكندرية منتصرا. تمام؟ طيب دول المشكلتين اللي يخصوا مين؟ اللي يخصوا بريطانيا. تمام؟ اللي واجهوا مين؟ اللي واجهوا محمد علي. بعد كده ايه المشكلة الثالثة اللي مع محمد علي؟ الزعامة الشعبية. زعماء الشعب يا شباب اللي هم اختاروه ووقفوا ضد قرار السلطان، قرار نقله لولاية سالونيك، وهم اللي واجهوا له الحملة الإنجليزية اللي كانت جاية تحتل مصر وتخلعه من مصر. أصبحت الزعامة الشعبية بالنسبة لمحمد علي مشكلة، فأراد محمد علي أن ينفرد بالحكم. ينفرد بإيه؟ بالحكم، يعني يبقى لوحده. محمد علي شخصية زي ما بنقول كده زي الفريق ما بيحب الشريك، مش محمد علي اللي حد يشاركه، رغم ان هم لما راحوا ولوه اشترطوا عليه ألا يبرم أمرا إلا بمشورتهم، يبقى شركاء معاه فين؟ في الحكم. بس محمد علي صابر على الحكم دون، عفوا على الشرط دون، لانه لسه محتاج لهم. لكن لما خلاص بدا يظبط نفسه كده حب ينفرد بقى ويشيل الرقابه الشعبيه، مش كل ما يقول يمين يقولوا له شمال، يقول كذا يقولوا له كذا. فعمل ايه محمد علي بقى؟ طبعا كان الزعامه الشعبيه متمثله في الزعيم عمر مكرم. هم زعماء كتير بس اكتر واحد بقى فيهم مين؟ عمر مكرم. فبدا يفكر لهم بقى في يعني فكرة من أفكار الثعلب المكار بقى. فبدأ يعمل إيه؟ يوقع ما بينهم. تمام؟ اللي هو اللي فرق تسد، فرق تسد. فأخذ يترقب الوقت المناسب أهو الثعلب أهو للتخلص من عمر مكرم، وساعده في ذلك انقسام القيادات الشعبية حول تقدير مكانة عمر مكرم. يعني عمر مكرم الزعيم، طبعا هم زعماء كتير بس عمر مكرم التوب بتاعهم. طبعا احنا الشيطان بيجري في في دمنا مجرى في جسمنا مجرى الدم من العروق، والحقد بقى والكلام ده كله. محمد علي بيزكي الموضوع دون، فبداوا يختلفوا بقى، لا انت ما تبقاش انت الزعيم، انت كذا، الكلام ده كله. وهوب خلاهم بداوا يقلبوا على مين؟ على عمر مكرم. هوب قال لك هو ده الوقت المناسب، فراح قبض على اتلكك لعمر مكرم في الموضوع معين كده، وراح قبض عليه ونفاه الى دمياط. نفاه يعني ابعده الى دمياط. طبعا دمياط على البحر المتوسط، بعيد خالص عن الاحداث في القاهره والامور والكلام ده كله. يبقى تاني، كيف استغل محمد علي الخلاف او كيف تخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه؟ ان هو استغل تبدا من اول هنا، استغل انقسام القيادات الشعبيه في حول تقدير مكانه عمر مكرم بين الناس، واخذ منافسوه يدسون له عند محمد علي، يقولوا له ان عمر مكرم ده راجل وحش وبيعمل كذا والكلام ده كله. هو ده اللي عايزه محمد علي عشان يظهر قدام الناس ان عمر مكرم راجل راجل مش كويس، عشان لما يقبض عليه محدش يتحرك، لا زعماء الشعب ولا الشعب ولا اي حاجه. وبالفعل قام بخلعه من نقابه الاشراف في الاول، ان هو كان نقيب الاشراف لو انتم فاكرين في ثوره القاهره الثانيه. ثاني حاجه ابعاده الى دمياط، وبذلك تخلص من الزعامه الشعبيه. في سؤال مهم جدا بيجي في الموضوع ده: ما رايك في تخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه؟ بص يا شباب، طبعا السؤال بيجي لك في اخر السنه بعد ما تكون درست الدرس اللي جاي، محمد علي ازاي بنى مصر وحولها لدوله حديثه. سؤال ما رايك، هو رايك انت حر، اوافق او لا اوافق.
بس دايما بيبقى الرأي او الاجابه رايحه في اتجاه معين، الموافقه او الرفض. زي مثلا ما رايك في دخول الفرنسيين الازهر بالخيول؟ طبعا لا اوافق، حرمه الازهر والكلام ده. هنا بقى السؤال ده بتختلف فيه الاجابات، في ناس بتوافق وناس بترفض. ازاي؟ ناس تقول لك لا اوافق، كيف يتخلص من الزعامه الشعبيه؟ ده نكران للجميل بعد ان وقفت بجواره، وهي التي كانت السبب في تعيينه، وهي اللي وقفت ضد قرار نقله، وهي اللي وقفت ضد حمله فريزر. ده راي وانت حر وتاخد الدرجه كامله. واحد تاني يقول لك اوافق، لانه لو لم يتخلص من الزعامه الشعبيه ولكنهم يفضلوا مشاركينه في الحكم لما استطاع ان يبني مصر الحديثه اللي هناخدها في الدرس اللي جاي. فتاني ده صح وده صح. نيجي للمشكله اللي بعد كده، اخر مشكله، مشكله المماليك. محمد علي عارف المماليك وعارف تاريخهم، ان هم مصدر للشغب والمشاكل والحاجات دي من زمان، من قبل ما العثمانيين ياخدوا مصر. تمام؟ لو جات لهم فرصه هيشيلوا الوالي او الحاكم ويقعدوا مكانه، فمحمد علي مش هيديهم الفرصه دي، فقرر ان هو يتخلص منهم. لماذا؟ لانه كان يرى انهم يمثلون مصدر للقلق والفوضى، للقلق وايه؟ والفوضى. فبدا يمخمخ لهم كده ويعمل لهم مكرايه جميله من المكر بتاع الثعلب بتاعه. تمام؟ طبعا المماليك دول ناس جنود وعسكريين والكلام ده كله، لو واجههم بالقتال مباشره كده يبقى هتبقى مذبحه بقى، ده هيبقى دم. تمام؟ وهتبوظ البلد منه والدنيا هتبوظ. فقال لك لا، دول عايزين لهم ايه؟ مخمخه حلوه كده. فراح عمل لهم ايه؟ اول حاجه بدا ايه؟ يحرمهم من المناصب المهمه واحده واحده. مش هو لما تخلص من عمر مكرم نفاه مره واحده كده لدمياط، لا، بدا يخلي الناس تتخلى عنه، وبعد كده خلعوا من نقابه الاشراف، ما بلقاش رد فعل، فجينا فيه الى دمياط. فنفس القصه هنا مع المماليك، هيعمل ايه؟ هيبدا يحرمهم من تولي المناصب الرفيعه المهمه في الدوله زي مشيخه البلد. تمام كده؟ بعد كده هيبدا يطاردهم ويضايقهم في كل مكان واحده واحده. اخر حاجه هيدبر لهم مذبحه مين؟ مذبحه القلعه، اللي هي طبعا انتوا عارفينها وبتقروا عنها كتير. حبسهم في القلعه بعد ما عمل لهم عزومه جميله حلوه كده، جايبها لكم، هي معلومه اسرائيليه طبعا، بسبب اللي هم عامل حفله جميله بسبب خروج الجيش المصري الى شبه الجزيره العربيه باوامر من السلطان. كان رايح هنتكلم عليه في الدرس اللي جاي، رايح يخضع للحركه الوهابيه هناك. فمحمد علي قال لك الجيش كله هيخرج بقياده ابن طوسن، وانا مش هيبقى معايا الا شويه الحرس دول، فالمماليك ممكن يقتلوني وياخدوا مني الحكم. فاحسن حاجه اعمل ايه؟ اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا. فراح عمل لهم الحفله دي وجمع قيادات المماليك كلهم، يقال 470 واحد، وبعد ما كلوا وشربوا زي الفل قفل عليهم ابواب القلعه وفتح عليهم النار، قتلهم كلهم مرتكبا ما يعرف باسم مذبحه القلعه. وبذلك تمكن محمد علي من الانفراد بحكم مصر. طبعا لم ينجو الا مراد بك يعني اللي نط بالحصان بتاعه القصه دي. وبذلك تمكن محمد علي من الانفراد بحكم مصر. تمام؟ وبدا بقى يخليها دوله تضاهي وتنافس الدول مين؟ الأوروبية. نفس الكلام اللي قلته في ما رأيك في السؤال بتاع الزعامة الشعبية هقوله برضه في تخلصه من المماليك. رأيك ممكن واحد يقول لك أوافق، لأنه لو لم يتخلص من المماليك لما استطاع أن يبني مصر الحديثة. تمام كده؟ لأنهم كانوا مصدر للقلق والفوضى ولازم نخلص منهم. واحد تاني يقول لك لا، قتل النفس من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، لا أوافق على قتلهم. دي صح ودي إيه؟ صح. تمام؟ وكده خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. كيف تولى محمد علي من خلال ثورة سنة 1804، ان هو جاهر بالانضمام للعلماء واستغلها فرصة وتقرب لزعماء الشعب وللشعب المصري. تمام؟ فأحبوه، وفي النهاية قرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي. السلطان رفض في البداية لكنه رضخ لأوامر أو طلبات الشعب المصري وأصدر فرمان بتعيين محمد علي. ثم واجهت محمد علي 4 مشكلات، واللي أول حاجة مشكلة محاولة نقله إلى ولاية سالونيك، وده طبعا بإيعاز أو بتحريض من بريطانيا، ولم تفشل برضه ولم تنجح، وفشلت محاولة نقله بسبب الشعب المصري. تاني حاجة إرسال بريطانيا حملة عسكرية إلى مصر اللي هي حملة فريزر سنة 1807، وبرضه فشلت بسبب مقاومة أهالي مدينتي الرشيد والحماد ليها. بعد كده مشكلة الزعامة الشعبية وكيف تخلص منها وانفرد بحكم مصر، حيث تخلص من زعيم الشعب عمر مكرم ونفاه إلى دمياط. ثم المماليك كيف تخلص منهم، إن هو عزلهم من المناصب الكبرى زي منصب شيخ البلد، ثم ارتكب معهم مذبحة تسمى مذبحة القلعة. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. إن شاء الله الدرس اللي جاي هنتكلم فيه إزاي استطاع محمد علي إنه يبني مصر الحديثة. شكرا لكم حبايبي، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.